اكثر سحاره هرب ليها الفرخ وملعقه. كتسحر السياسيين باش يتقوا الله في الناس، وكتسحر الشفاره اللي خرجوا على البلاد باش يمرضوا ويشدوا الفراش. تريكتها كلها قريه عندها الحرفه وولدها هو الاخر زوجات السحاره من عائلتها، حيت الحرفه ديالهم ما كتقراش في الكتوبه وانما كيورثوها حفاظه من الجد للتصيله. كتعتبر اقوى ساحره في اوروبا حيت كيجيب الله على يديها التيسير، والتوقعات ديالها السياسيه ديما كيصدقوا ليها. بحال انها في 2016 قالت بلي غادي تشبك بين السياسيين في البلاد، وسبحان الله داكشي نيت اللي طرا ولا اكثر، حيت صدقات شابكه في البلاد كلها بالمظاهرات اللي حضر فيها اكثر من نص مليون مواطن، وكانت من اكبر المظاهرات اللي وقعوا في رومانيا من ايامات الثوره ديال 1989 واللي كان سبب في انهيار وسقوط الشيوعيه. وداكشي علاش الساحره المتالقه ديالنا باقا لحد الساعه خدامه بزغبه الفار، حيت اصلا هاد الدوله كتعاني بسبب السياسيين الفاسدين. ومكثرت من المشكل الفساد كبير عندهم وما قدرتش الدوله تلقى ليه شي حل. السحاره ديال البلاد كلهم قرروا انهم يتدخلوا باش ما سخاهم الله. ولكن علاش بالضبط المشاورين مدخلين راسهم في السياسه؟ واش اصلا السياسيين والمسؤولين كيامنوا بهذا الشيء زعما؟ واهم حاجه غادي نعلمكم طريقه جلب الحبيب بالمقادير ديال الشوافه رومانيا. قبل ما نبداو دير فولو للباج ولا سبسكرايب الا كنتي كتفرج من يوتيوب، وفعل الجرس باش توصل بالجديد والقديم. السحر عند هاد الغجريات قوي لدرجه انه واخا ما تكونش كتامن به غادي يشد فيك. لا والزوينه انهم متيقين باللي بسبب التعاويد ديالهم السيبانات في رومانيا حتى سنوات وما حاقرين على الغجريات. واخا هكاك مسؤولين كبار في البلاد كيجيو عندهم ماشي باش ينجحوا في الانتخابات ولا في الخدمه ديالهم، وانما باش يتعالجوا من الضعف الجنسي والسكره. والصدمه انه هذا السيد اللي كينتمي لواحد من اقوى الاحزاب السياسيه عندهم كيقول باللي هو وكاع المسؤولين كيامنوا بالقوه ديال السحر والشعوذه. وداك الشيء علاش ما مره ما جوج عيطوا للسحارين باش يجيو عندهم البرلمان، خاصه وانه شي مره كانوا تهزوا معاهم وناض السحاره ميهايلا قدات للرئيس ديال الدوله الشغل وموراه نيشان نهزوكم للسبيطار. دازت مده والعمده ديال المدينه مرضى خايبه ودار عمليه وحتى هو كان داعي عليه. هي راه باينه صدفه، ولكن السحارين قال لك وبر ربي لا هذيك حنتي يدينا. بما انكم ناس زوينين بحالي وكتبغيو تعرفوا كلشي، ضروري ما نبركوا شويه في التاريخ ديال السحارات والغجريات اللي اهم حاجه ورثوها من جدودهم هي السحر والشعوذه. واخا الساحرات معروفين عندهم من زمان الا انهم كانوا كيتشدوا في الحبس الى حصلوا، وخصوصا في ايامات الشيوعيه. في الاول كانوا غير كيقراو الطالع ولا اليدين باش يعرفوا المستقبل ديالك، ولا كيبقاو يحنزوا في النجوم باش يعرفوا شنو غادي يوقع في المستقبل. وهذا الشيء كان قبل ما يطوروا السحر الاسود. غتقول لي كي داروا تعلموا هذا الشيء وانا غنقول لك البطل واخا عارفك ما مسوقش. والجواب انه سيدي الغجريات معروفين بانهم جوالات كيمشيو من بلاد لبلاد، وداك الشيء علاش جمعوا مختلف انواع السحر. واخا هما ما عارفينش لالا عيشه وميره والجن حمو، الا انهم ضروري مره السحاره ديال المدينه يتجمعوا كاملين ويضحيو بشي معزه. انا بعدا كنشوف غير الهبه اللي ضاعت لدوك جوج رجال بداك موزون ديال الشيك بالشيك. المهم سيدي ويا لالا قيدوا معايا المقادير ديال الوصفه اللي كيديروا في الطقوس ديال السحر. خصك تجيب القلب ديال الطور والزغبه ديال راجل ميت معزه كحله وهاد اللعيبات من لوس انجلوس وزيد عليها شي دجاجه كارمه. الا درتي هادشي كامل غادي تقدر تعيط للروح ديال الشيطان يجي عندك وقت ما بغيتي، وتقدر كاع تحل المشاكل لشي حد غير في التليفون واخا يكون هو فقنت وانت فقنت. هاد التخلط اللي مهايله كديرهم في قرعه بعد ما كتزيد عليهم التراب ديال التسعود ديال القبوره والراس ديال طائر الكوكو والضفر ديال الدجاجه كحله، كتمشي كتكبهم حدا البرلمان باش يعفطوا عليه السياسيين. ونفس الحاجه كديرها لاي واحد باغا فيه الخدمه. والسيده من كثرت ما دارت العقبه هادشي قررت ان الله يخليكم تحل مدرسه تقري فيها الناس هادشي وتعالج هذوك اللي مرض ولا مسحورين ولا فيهم الجن العاشق، حيت اصلا 40 عام وهي خدامه في هذا الدومين منين كانت بريهيشه، وحتى ولادها تبارك الله كلهم شادين الحرفه في راسهم. دابا هاد اختنا واخا تبان لكم باللي كتعلق فين تفلق، مسكينه غير باغا تدافع على الغجريين بحالها حيت كيعانوا بسبب الظلم والحقره. والسبب انه المسؤولين ديال البلاد كيخافوا من القوه اللي عطاهم الله وما كيقدروش يعترفوا بانهم خايفين منهم. المهم بعد 10 سنين ديال تماره باقا في تماره ديال البني ديال المدرسه، ماشي حيت البنايه ولفوا الغداوات اللي كتعطيهم فابور بحال المغاربه ديالنا، وانما حيت الدوله والكنيسه ما خلاوهاش تبنيها. او بانت لي هاد اختنا تفرجت بزاف في هاري بوتر الله يحسن الاوان، حيت هاد اختنا كتموت على شي حاجه سميتها الصحافه والبوز. كل عام جاي عندها شي منبر على شي كارثه، ها السياسيين ها كيفاش تسحر الناس، ولكن فين بصح تعرفات هي فاش مشات تخطب لولدها ودارت ليه عرس وطلقاتو من مرتو. غير باش ما تقولوش الطول العربي كاين غير عندنا، كل دوله حقها من الكوارث باش بلاها سيدي ربي. مهايلا زوجات ولدها هو في عمره 17 عام حيت اختنا الخدمه والمعقول. واصلا بما انها غادي تزوج ولدها لوحده من العائله، حيت كيف ما قلنا قبيله هما كيتزوجوا غير بيناتهم باش يحافظوا على الورث ديالهم، فالقوه ديال السحر اللي عندها غتزيد تكبر. المشكل واخا العرسان كيوت ولكن الحب بيناتهم زيرو، ولكن قال لك دابا يحاولوا يبغيو بعضياتهم الا بغى الله. فهاد العائله العجوزه هي اللي مسيطره، وحتى من راجلها داخل سوق راسو كيكون يشتلهم. ولدها واخا ما كانش باغي يتزوج ولكن دار لها خاطرها باش تزاد عندها القوه. باش يمشيو يخطبوا كيخصهم يديو زباله ديال الفلوس وقراعي ديال الشرب مقري عليهم. العجوزه باش جايه باش دايره بحال الطول العربي المرضيين، وحتى هي مبينه عروستها للناس باقا حتى ما داروا في الطاجين ما يتحرق، حيت مع عطات فيها العربون ولات كدير فيها ما بغاتش الشراره. مهايلا قال لك انا اختاريت لولدي لاله البنات وما قررت نزوجها ليه حتى عرفتها غادي تجي معاه وغادي يتفاهموا بيناتهم. ايوا عقلوا مزيان على هاد الهضره. من بعد ما جابوا
الدقيقيه ولبسوا وتأنتكم مزيان، واهم حاجه خسروا فلوس العرس كلها من جيبهم، ولكن معليش حيت بردوا غدايدهم بالسكره والشطح الشعبي ديالهم. كلشي حس بلي الكوبل ما فاهمينش بيناتهم والاحساس عندهم ميت، وكي بغيتيهم يتفاهموا العكوزه ما كتخليهمش حتى يتنفسوا. والمره الوحيده اللي خلاتهم بوحدهم هي نهار العرس فاش ركبوا في الطوموبيل، واخا هكا كسبطت معاهم مونيكا صغيره ملصقاها كتشبه ليها. وضروري قبل ما يسالي العرس مها يلا دير الطقوس ديالها وتغرقها ذهوبات باش تعطيهم البركه. ولكن واخا هادشي كامل ضربوا عليه تماره، وعاد السحور اللي دارت باش تنجح لهم العلاقه، العرسان الجداد غيدوزوا شهور قليله بيناتهم وغادي يقرروا انهم يطلقوا، خاصه وانه العكوزه كدير الفرزيات حيت مخليه ولدها يكمل قرايته هو وخواتاتو في الوقت اللي العروسه خرجوها من المدرسه باش تزوج بولدها. القصه هاد الساحره مع الصحافه خلاتها تزيد تشهر وتنجح في حياتها، حيت كيجيو عندها السياح من العالم كامل باش يديروا معاها مقابله. وهذا الشيء غير ما زاد شجع السحارات ديال الدول اللي بحال رومانيا في انهم يبغيو يكشفوا على راسهم والطقوس اللي كيديروا باش يتشهروا حتى هما بحالها. واولهم بنات هانيت اللي داروا قناه ديالهم باش الناس يعرفوهم كثر وكثر. ايوا واش بان لكم زعما تكون خدمتهم نقيه على شوافه الجنه والا بصح هما واعرين، فعلاش ما هي الا ما قدرتش دير شي حجاب ديال القبول باش يخليوها تبني المدرسه بلا ما يفرعوا لها راسها؟